لكل الناس المهتمين بعالم البرمجة هقدم لكم كورس عن كيفية إنشاء تطبيقات لنظام تشغيل الأندرويد والآيفون، يعني تطبيق تقدر تشغله على نظام الأندرويد أو التليفون اللي معاك. الكورس ده من موقع الآب انفنتور التابع لشركة جوجل. الفئة العمرية للكورس ده هيكون من سن ال 12 سنة فما فوق، يعني من أول سن ال 12 يقدر يسمع معانا الكورس ده، لأنه هيشوف حاجات برمجية، حاجات مرئية سهلة جدا يقدر ينشئ بيها تطبيق صغير، بحيث ان هو يتعرف على مفهوم اسمه الالجوريزم، وازاي الالجوريزم ده اللي هو السيكونس اوف كود او التتابع بتاع الكود. الاهداف الخاصه بالكورس بتاعنا، اول حاجه ان هو فيجوال بروجرامنج تريننج، يعني بقدر ادربك على البرمجه ولكن بشكل مرئي، فبتبقى سهله جدا جدا. كمان بتقدر من خلال موقع الاب انفنتور انك انت تنشئ تطبيقات شغاله على نظام تشغيل الاندرويد والايفون. كمان هنتعرف على الكونسبتس اوف بروجرامنج لانجويج، اللي هي المفاهيم الخاصه بالبرمجه، زي الفاريبل والديتا تايب، اللوب، الاف كونديشن، الليست، الديكشنري، اللوجيك. طبعا كل ده بيكون بشكل مرئي زي ما انت شايف كده، يعني بتكون شكل بنات او اوامر معينه انا بركبها على بعضها، بتقدر انك انت تطلع بيها تطبيق بتاعك، وبيكون تطبيق احترافي وتقدر انك انت تحطه على التليفون وتشغله كمان. وده مثال بسيط جدا لكل الكلام اللي انا بقوله. انت عندك يعني مثلا عندك ادي في طريقه اسمها دراج اند دروب، اللي هي طريقه السحب والافلات، ودي معناها ان انا بسحب الحاجه من هنا وبحطها في المكان اللي انا عايزه، فده بسميه دراج اند دروب، وده هنشوفه في خلال الكورس. كمان عندك التولز الموجوده جوه الاب انفنتور، التولز اللي هي الادوات اللي جوه برنامج الاب انفنتور. التولز دي زي ايه؟ زي الباتون والليبل والتشيك بوكس والسكرين والليست فيو والويب فيور وحاجات تانية كتير جدا هنتعرف عليهم وهوريهم لك، علشان بحيث انك انت فعلا هتتفرج على حاجة روعة جدا جدا جوه الكورس ده، اللي فيديوهاته هنزلها بالتتابع ورا بعضيها. كمان عايزين نتكلم على الديفرنس بتوين بلوك اند سينتاكس. كلمه سينتاكس دي كلمه مشهوره جدا جوه البرمجه، ودي اللي هي اسطر الاكواد اللي انت بتكتبها، دي بسميها السينتاكس. فجوه الفيجوال بيزك لو انا عايز اعمل زر، والزر ده انا لما اضغط عليه يعمل حاجه معينه، فلازم اروح اكتب له كلمه صب، وبعدين بكتب اسم الزر بتاعي، وبعدين بفتح قوسين وافتح كل بريس واقفله واكتب من في ما بينهم اسطر الاكواد اللي انا عايزها. ولكن جوه الاب انفنتور انت ما بتعملش كده، كل اللي انت عايزه هو بيبقى جايب لك اسم البن كده هوان، واسم الزر موجود هنا، وبعدين دوت كلاك، وبعدين كلمة دو، وانا بجيب الحاجة اللي انا عايز اعملها. وده شكل مصغر جدا اهو، لو هوين برايمري دوت كلاك، يعني لو انا عايز اجيب زر معين اضغط عليه يعمل حاجة معينة، فهجيب له مثلا الامر الخاص بان هو يفتح لي سكرين معينة، فبقول له اوبن انذر سكرين وبدي له اسم السكرين. نفس الكلام ده كنت عامله للبرايمري، وده انا هعمله للبريب. تمام. او اللي هو يعني كنت، لان انا شغال على تطبيق حاليا لسنتر، ففي مرحله ابتدائيه وفي مرحله اعداديه، فانا مسمي الزر بتاع المرحله الابتدائيه برايمري ستيج، وبتاع المرحله الاعداديه اسمه بريب ستيج. كمان في فيديو ورا ده هنزله مباشره دايركت ورا الفيديو ده، هوريك ان ازاي ببرنامج صغير تقدر تقرا الكيو ار كود اللي هو بيبقى نازل على اي تليفون، او اي كيو ار كود انت عايز تقراه وتشوف محتواه ايه. هعمل فيديو صغير جدا على الاب انفنتور، اوريك انك ازاي فعلا تقدر انك انت تعمل البرنامج الصغير ده اللي يقدر يقرا الكيو ار كود. ده طبعا موقع اسمه كيو ار كود كايوا دوت كوم، وده موقع بيجنريت كيو ار كود. هندخل عليه بس في فيديو تاني، وهوريك ازاي فعلا انك انت تقدر انك انت تعمل تطبيق او برنامج صغير. تابعني صدقني، خلال الكورس ده هتستفاد جدا جدا، لان انا هشرح فيه مفاهيم كتيره جدا، وهنعمل فيه تطبيقات كتيره جدا. واي حد هيعوز مني مساعده، او ننشئ مع بعض تطبيق، او يكون عايز مثلا ان انا اساعده جوه في حاجه معينه، هكون معاه جدا جدا. اكتب في التعليقات وانشر الفيديو بحيث ان هو يوصل لناس كتيره ممكن تكون فعلا محتاجه حاجه زي كده. واشكركم على حسن المتابعه، وان شاء الله يبقى كورس موفق لينا كلنا. وانا بستفاد برضو من تسجيل الفيديوهات، لان ده بيثبت المعلومه اكتر واكتر. في يعني ننشر الفيديو على قد ما نقدر، وشكرا ليكم.